بسم الله. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ حسد وسحر من الست دي، احداث وتغييرات مفاجئة، حياتك هتتغير بالكامل. بالرغم انك حنين بس انت مش عارف ايه اللي بيحصل لك ده. بتكون قادر انك تحل مشاكل اي حد، بس بتيجي عند مشاكلك وما بتقدرش تحلها. اكتر الاوقات بتكون محتاج لحد يفضل قاعد معاك، واكتر الاوقات برضو بتحس انك مش عايز تكلم حد ولا عايز تقعد مع حد، وعايز تفضل قاعد لوحدك. عواطفك حلوة جدا وشعورك بالمسؤولية تجاه أي حد. بإذن الله ربنا هيفرجها عليك، واطلب من ربنا الفرج لأنه من عند الله. وربنا هيرزقك اللي بتتمناه، لأنك بترضى باسمتك ونصيبك، وراضي دايما، ورضاك ده بإذن الله هيجيلك الخير. في حسد وعين وسحر قوي جدا من شخص قريب منك جدا جدا، وهدفه انه يفرق بينك وبين حبيبك، ومخليك حاسس ببرود من ناحية حبيبك. الحسد والعين ده مقصود من واحدة ست، وهي خبيثة وبتحسد بطريقة وحشة جدا، وعينيها صابتك وظهر عليك من الحالة النفسية اللي انت وصلت ليها، والحزن اللي بيجيلك فجأة ده. وكمان بيجيلك ضيق في صدرك، وجسمك دايما تعبان، بتحس بتقل في كتافك ووجع في مفاصلك وظهرك. بتحلم أحلام وحشة وبتصحى متضايق وتعبان ومهموم ومخنوق، ودايما حاسس بصداع، وساعات ما بتعرفش تنام من كتر التفكير والتعب. بتتردد دايما في كلامك، بتشك في كل الناس اللي حواليك، بتتوب كتير، وبتبقى عصبي، وبتتسرع وبتتعصب من غير سبب. حياتك كلها متلخبطة، والموضوع ده مش هزار، ده بجد. كل ما عليك انك تقرأ قرآن وتردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن أوضاعك بقت صعبة زيادة عن اللزوم. بس بإذن الله تعالى هتسمع أخبار حلوة وهتغير حياتك. قول انت بس يا رب، وربنا سبحانه وتعالى هيفرج همك وكربك، وحياتك هتتغير فوق ما انت تتخيل بإذن الله تعالى. وهيجيلك خير كتير جدا ونعيم، وحالك هيتغير، ورزق هيجيلك في الطريق. ربنا مدبر الأحوال هيدبر أمورك. وبالنسبة لموضوع العين والحسد، كل ما عليك إنك تقرأ قرآن بس، وتتعالج بالقرآن بس، وما تروحش لأي شيخ ولا أي حد بيعالج بحاجات تانية، لأ، غلط الكلام ده. ولا حد يقولك أنا هجيب لك السحر من هنا ولا من هنا، كل ده غلط. كل اللي عليك إنك تتعالج بالقرآن، لأن القرآن هو دواء القلوب وودع أحزانك. وما تسمحش للإحباط إنه يسيطر عليك. حاول إنك تتمسك بالأمل لغاية آخر نفس، وبإذن الله هتحقق أحلامك وأهدافك، لأنك مؤهل لكده. عندك أدوات وتفكير هتحقق بيه أحلامك واللي انت عايزها. ما تخليش انشغالك بشغلك ينسيك حياتك العاطفية. انت الأيام اللي جاية مليانة بمفاجآت وتغييرات وأحداث جديدة. هيجيلك أخبار سعيدة، والأيام اللي جاية بإذن الله هتبقى خير وحب بإذن الله. تاخد حبيبك وتروح أي مكان كويس للاستجمام، أو تروح في جولة سياحية لأي مكان عشان تستعيد فيها قصة حبك من الأول وجديد، لأنها الأيام اللي فاتت اتدمرت. حاول تبعد عن الناس المحيطة بيك، أي شخص بيظهر عليه الغيرة والحقد في عيونه قبل كلامه وأفعاله. خبي عنهم خططك اللي انت هتنفذها. ما تخليش قصصك الشخصية على لسان حد أو في أي مكان. ما تتفاجئش برد فعل حبيبك لو كنت مقصر معاه، لأن طبيعة شخصيته بتطلب منك الاهتمام. لو ملقاش الاهتمام اللي هو عايزه واللي بيخليه يحس بحبك ليه، هتلاقي منه رد فعل ممكن تزعل منه. هتحس بإحساس حزين جدا. اهتم بيه، حط حبيبك في المرتبة الأولى. مشاكلك في الشغل ما بتخلص، لأن أغلب الأوقات بتركز على الأسئلة والتفاصيل، وكده انت بتخلي المشاكل تزيد. مفيش وقت للمشاكل، لازم تهتم بشغلك أكتر، لأنك الأيام اللي جاية بإذن الله على موعد مع مفاجآت كتيرة. نيجي بقى للي بعد كده. انت مهمل جدا في صحتك الأيام دي. حاول تعمل فحوصات وتحاليل شاملة عشان تطمن على صحتك، لأنك بتحس بالتعب والإرهاق وجع الظهر. ما تحاولش تجازف بصحتك، لازم تروح لدكتور.
بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها، احنا في البداية اتفقنا هنقول الحاجة الحلوة، نبتدي بقى. بالرغم من المشاكل الكتيرة اللي انت بتمر بيها دي، بس انت هتتحكم فيها، ربنا هيرزقك بدل تعبك، هيراضيك على كل اللي انت مريت بيه من مشاكل وهموم. كل اللي عليك انك تصبر وتقول يا رب. بتقدر تخبي حزنك بسهولة جدا. اي شخص بيقابلك بتضحك قدامه، لكن جواك حاجة تانية خالص. بتبقى قاعد مع ناس تضحك وتهزر، تروح النكد بيمسكك، الهم بيمسكك، الحزن بيمسكك، وتفضل باصص في التليفون بالساعات، لكن انت مش مركز في التليفون، انت سرحان. لو اتفرجت حتى على التلفزيون برضو سرحان. دايما تنسى انت كنت عايز تقول ايه، تقول لما صلى على النبي انا كنت عايزه اقول ايه. دايما بتنسى ليه؟ من كتر الضغط والتفكير اللي انت فيه، مش قادر تفضل تفكر، تكرر، ما بقتش عارف تعمل ايه. بتحس بوجع في بطنك الأيام دي لأنك بتاكل أكل مليان دهون، وده اللي مأثر عليك. امشي على نظام غذائي صحي عشان الموضوع ده ما يكبرش. كمان حاول تدرس أمورك وافهمها كويس، فكر في قراراتك الأول، اتأكد منها بهدوء وصبر، واوعى تستعجل عشان ما تندمش. خليك حريص إنك تصبر، وأي فرصة تجيلك خليك حريص إنك تستغلها. واستفيد منها بذكائك وثقتك في نفسك. طموحك وخططك لمستقبلك فكر فيهم بشكل كويس جدا. نيجي بقى للحاجة الحلوة، اهو حبة كده وحبة كده. انت بتحب الخروج والسفر والمغامرات الجديدة، بتهتم بأهلك كويس جدا، بتحرص على انهم ينظموا وقتهم وأولوياتهم. كمان فيك ميزة كويسة، لو قابلك أي حاجة وحشة أو مشكلة أو أي حاجة كده بتنتبه ليها ولازم تفكر في حل ليها. بتحل المشاكل بسرعة. كان في خلاف بينك وبين شريكك من كام يوم، عشان كده أنا بقولك خده وروح مكان للاستجمام أو عشا رومانسي. اليوم مناسب عشان تروح تصالحه وتتكلم معاه تنهي الخلافات، عشان انت الأيام اللي فاتت كنت دايما عصبي ومتوتر، وده هيأثر على صحتك بشكل سلبي. اخلص من العصبية والتوتر دي بالرياضة، تمارين أو تمارين الاسترخاء قبل ما تبدأ يومك. وحاول تكتر من أكل الخضار والفاكهة لأنها مفيدة لصحتك. الأيام اللي فاتت دي انت كنت مركز في وضعك المهني والمالي الأيام اللي فاتت، فده مخلي شريكك متضايق انك مش واخد بالك منه. كمان في مشكلة تانية، انت دلوقتي في مشاكل من البداية، انت في وقت اختيار. هتصالح حبيبك وتاخده وتفسحه وكان بها، مش هتصالحه كان بها برضه. المهم في الاخر انت هتصالحه. انت بتحاول تغير طريقتك واسلوبك عشان شايف شريكك عايز يتحكم فيك شوية. بتحاول تاخد حقك، بتعرف كل واحد حدوده عموما. بقيت بتغير معاملتك مع الناس، هتواجه اي حد انت كنت عارف انه اتكلم في ظهرك في حاجة هتعرفها وهتتضايق منها، وكمان حد معين هيعاتبك، حد قريب منك. في فرحة وراحة وسفر، بس ياريت تبطل تفكير وقلق. بتحاول تخرج من الحاجات اللي مأثرة عليك ومسيطرة على حياتك، دايما مخليك تعبان. بتحاول تكون مستقر، بس في شوية مشاكل مأثرة عليك. بتسهر، بتفكر كتير، بس ممكن يكون بسبب الحب أو الشغل. بتفكر وتسهر كتير، كمان ممكن يكون بسبب تفكيرك مش مبطل تفكير في حد انت عرفت انه بيتكلم عليك والكلام وصلك، عشان كده انت زعلان جدا من اللي بيحصل. لكن حاول توازن امورك وهتاخد قرارات كويسة. انت متأثر بشكل كبير جدا في حاجة كانت تعباك جرحاك، بتفكر في الماضي. بلاش تفكر كتير، لان الفترة اللي جاية بإذن الله حظك هيدعمك، وخصوصا انك كشفت ناس على حقيقتهم، ظهر قناع الأسوأ اللي فيهم. خليهم ما يشيلوش القناع ده، خليهم زي ما هم، وانت ما تعملهمش بطريقتهم. لا، خليك انت الأحسن. ابعد عنهم وابعد عن الناس السلبيين. ما تبقاش قاسي، خليك جاد جدا.
خليك مستعد انك تقضي عليهم بسكوتك بهدوءك. هما مش حابين كده، لا هما بيجروا شكلك. انت هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة كويسة جدا. انت تدخل على فترة قراراتك فيها هتبقى سليمة جدا. هتدي لنفسك دافع قوي لتحديد هدفك. هتخلي كل واحد يقف عند حدوده يعني. هيبقى عندك طاقة وحيوية، نشاط بعد الكسل والخمول. الأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة. طاقتك هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي، ممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون في شغل تاني، لكن بإذن الله هيبقى في نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. حاول بس تدرس أمورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك إمضاء ورق أو أوراق هتخلصها على خير بإذن الله تعالى. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. شوف انت الأحسن ليك، خلي بالك وابعد عن الناس السلبيين. قلتها كذا مرة ليك، ابعد عنهم. وخصوصا ان هما بيحطموك. هما مش نافعين في حاجة غير ان هما يحطموك. في خير وفرحة وأيام جميلة. في انتصار وفرحة كبيرة. هترد اعتبارك وكرامتك. هتنتصر في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك، بس انت هتدي ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر، نيتك صافية. الشخص اللي أساء ليك خلى سمعتك مش كويس، هتكلم عليك مش كويس، ما تعملوش حساب، ما تعملوش اعتبار. خليك انت دايما الأحسن. ما تردش الإساءة بالإساءة، لا